الراجل شاف حجر عند فرشة في الشارع وحس إن ممكن يكون مخبي كنز جواه. سأل صاحب الفرشة عن سعره. صاحب الفرشة قال له وهو قاصد إن الحجر جودته ممتازة، وحدد له سعر $500 أمريكي. الراجل دفع الفلوس على طول واشترى الحجر. بعدها مسك الحجر ولف عشان يمشي. صاحب الفرشة ضحك عليه واعتبره مغفل. هو كان فاكر إن ده مجرد حجر عادي، لكن الراجل راح لعامل وطلب منه يساعده يفتح الحجر. العامل بص عليه وقال إن ده حجر ملوش أي قيمة، لكن الراجل أصر إنه يتفتح، وكمان قال له يقطع بس من طرف الحجر. الناس اللي حواليه ما قدروش يمنعوا نفسهم من السخرية منه، وقالوا كمان إنه غبي علشان يدفع $500 في حجر زي ده. لكن أول ما العامل قطع سطح الحجر طلع جواه زمرد فعلا. الكل اتصدم جدا. صاحب الفرشة اللي وراه ندم أشد الندم إنه باع له الحجر، لكن الراجل ما كانش راضي بكده. قال للعامل يكمل قطع الحجر. العامل نصحه ما يكملش وقال له لو ما فيش يشم جواه الحجر ده هيبقى ملوش أي قيمة خالص، لكن الراجل أصر يكمل. العامل اضطر ينفذ طلبه ويكمل القطع. الكل كان مستني الراجل يعمل من نفسه أضحوكة، لكن لما الحجر اتفتح كله على الآخر طلع كله يشم درجة أولى، وسعره قفز في لحظة ل$5 ملايين أمريكي. في اللحظة دي واحد ملياردير شاف اليشم وعجبه جدا، معرضش بس يشتريه، ده كمان دعا الراجل يحضر مؤتمر تقييم كنوز على أعلى مستوى مع بنته. الراجل وافق من غير تردد، لكن لما وصل للمكان حجر مكسور محدش عايزه ومترمي في ركن شد انتباهه. شاب غني شاف إن لبسه بسيط ومهلهل واعتبر وجوده إهانة لمكان راقي بالشكل ده. على طول أمر رجال الأمن يطلعوا بره. لحسن الحظ بنت الملياردير تدخلت في الوقت المناسب ووقفتهم، لكن تصرف الشاب الغني عصب الراجل جدا. بعد ما الشاب الغني اختار حجر، الراجل تعمد يشتري الحجر المكسور ده بأرخص سعر، وبعد كده الحجرين اتفتحوا مع بعض. حجر الشاب الغني كان فيها يشم وسعره على الأقل $5 ملايين أمريكي، لكن ما عداش وقت طويل غير لما حجر الراجل اتجاب كمان، وكان جواه يشم أخضر إمبراطوري درجة أولى وسعره لا يقل عن $100 مليون أمريكي. الراجل قدر يخلي الكل يشوف إن الشاب الغني ده خسران خالص.